باقية وتتمدد، هذا ما يقوله تنظيم داعش عن دولته المزعومة، لكن الخسائر الأخيرة التي مني بها في العراق وسوريا وصولا إلى ليبيا تشير بشكل واضح إلى أن التنظيم في انكماش، فيما تبقى مسألة البقاء فكرية خاضعة لعدد من المفاهيم التي تتجاوز الاعتراف الدولي والشعب والأرض. وعلى أبواب الموصل تجري الاستعدادات العراقية الدولية المشتركة على قدم وساق لمواجهة داعش في معقله الأكبر مساحة وكثافة بشرية في العراق. فكيف ستكون المواجهة؟ وما الاستراتيجية التي سيعتمدها التنظيم في المدينة؟ هل سيتمسك بالأرض أم سيعمد إلى الانسحاب، وهو التكتيك الذي استخدمه أكثر من مرة تعمد خلالها الإبقاء على العدد الأقل من العناصر المشغلة القوات العسكرية المهاجمة وإحداث أكبر خسائر ممكنة في صفوف مقاتليها من خلال الانغماسيين والانتحاريين والعبوات الناسفة. يبقى السؤال الأهم عن مصير التنظيم في حال خسارته معاقله الرئيسية ما بين العراق وسوريا. حلقة جديدة من صناعة الموت، أهلا بكم. للحديث عن هذا الموضوع انضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور مصطفى العاني، مدير وحدة الأمن ودراسات الدفاع في مركز الخليج للأبحاث. أهلا بك دكتور مصطفى. استمعت قبل قليل إلى المقدمة الطويلة التي تتنبأ بما سيجري في الموصل بالنسبة لتنظيم داعش، خاصة في ظل الاستعدادات العسكرية الأخيرة. سؤال هنا ونحن على أبواب الموصل، ما الاستراتيجية التي سيعتمدها تنظيم داعش؟ استراتيجية الانسحاب، البقاء، أم ماذا؟ داعش سيلجأ لنفس الاستراتيجية اللي اتبعها خلال الثلاثة أو 4 سنوات الماضية، أنه الأرض يجب أن لا تكون ثمنا لانتهاء التنظيم. التخلي عن الأرض هو ثمن لإبقاء التنظيم، وهذا سبب الحقيقة اللي سمح لداعش للبقاء عبر سنوات، عشرات السنوات. الآن أكثر من 2003 إلى الآن. هو سبب أنه عندما يشتد الضغط على داعش يقوم داعش بقضية ما يسمى باستراتيجية الخروج، قسم يسموه استراتيجية الهروب، لكن بالنسبة لداعش أنه لا يدخل مكان قبل أن يتأكد أنه كيف يخرج منه. وهذا حدث في أغلب المدن الأساسية اللي احتلها، أنه لا يتمسك بالأرض إذا كان ثمن الأرض هو انتهاء التنظيم أو القضاء على الجزء الكبير من مقاتليه ومعداته. طب ولكن لا يتعارض هذا التكتيك مع مفهوم الدولة الذي سعى تنظيم داعش أكثر من مرة لترسيخه؟ داعش هناك تصريحات لداعش أن الأرض تكسب وتفقد، لكن الهدف يجب أن يبقى. فلهذا السبب أنه تخلوا، يجب التذكير أنه تخلوا عن مناطق متعددة حقيقة بدون قتال. عدة مناطق تخلوا عنها بدون قتال. قدرة داعش على الاحتفاظ بالمساحة اللي موجودة الآن هي تفوق قدرتها بشكل كبير. لا، داعش لا يمتلك القدرة على المحافظة على الموصل. الموصل معركة ساقطة بالنسبة لداعش، قد تطول يوم أكثر، قد تطول أسبوع أكثر، لكن بالنهاية داعش على علم أنه لا يستطيع أمام الزخم اللي موجود الآن. نحن نتكلم عن زخم عراقي، زخم إقليمي، زخم دولي، والتفوق الرهيب للقوات التي ستقاتله عددا وعدة. فأنا باعتقادي أن داعش سيلجأ إلى نفس الاستراتيجية، أي الهروب في الوقت المناسب. وأقول في الوقت المناسب لأن الهروب ليس الهروب من بشكل أساسي، الهروب هو جزء مخطط له من قبل داعش، أنه عملية الهروب من المدينة عملية مخطط لها، محسوبة ومؤقتة، وهناك جدول زمني لها. طيب هل هذا ما سيحصل في الموصل؟ أنا باعتقادي أنه سيحصل بالموصل لسبب بسيط، أنه هناك على إشارات كثيرة أنه داعش يهيئ لقضية هروبه من الموصل، ويؤمن مواقع معينة اللي يمكن أنه خروجه من هذه المدينة. أنا بتصوري أنه داعش لن يضحي بوجوده من أجل الموصل. طب ولكن هل سيترك تنظيم مثل داعش مدينة بحجم الموصل التي تعتبر من آخر معاقله الرئيسية في العراق؟ نعم، لكن جواب داعش أنهم كانوا موجودين قبل الموصل وسيكونوا موجودين بعد الموصل. أنه فقدان الموصل، المهم أن المحافظة على التنظيم نفسه. يجب التذكير أنه الفلوجة فقدها التنظيم لمدة 6 مرات، وعاد احتلالها عندما يتمكن من القدرة على احتلالها مرة أخرى. فسر بقاء داعش هو الليونة
والمرونة التي يتصف فيها وقدرته على التخلي عن الأرض بتبريرات وهمية، لكن يستطيع أن يقدم تبريرات لتفسير الهروب على أساس أنه خروج منظم، وهو فعلا هو خروج منظم إلى حد ما يعني. طيب، ولكن هل سيتركها بهذه السهولة؟ ما الحاجة إذن لكل هذه الاستعدادات العسكرية إذا كان متوقع أو مرجح بشكل كبير بأن التنظيم لديه استراتيجية للخروج من الموصل؟ داعش لن يخرج بدون هذه الاستعدادات العسكرية، بدونها لن يخرج من الموصل نهائيا. إذا لم يشتد عليه الضغوط بشكل كبير أنا باعتقادي أنه لن يتخلى عن الموصل. فلهذا السبب أنه يجب تجديد الضغوط عليه، التفوق القوات المعارضة، قوات الحكومة العراقية والقوات اللي تقاتله، وبداية المعركة. داعش لم يتخلى بتاريخه عن مدينة إلا بعد بداية المعركة وشعوره أنه حساباته أنه المعركة تسير لغير مصلحته. لهذا السبب يقوم بالتخلي. فلا بد من وجود هذا الحشد، لا بد من وجود الضغط. طب، ولكن هل من السهل الانسحاب بهذا العدد من المقاتلين والآليات أمام منظار التحالف الدولي والقوات العراقية؟ هناك مبالغة في حجم داعش، حجم القتال الميداني في الموصل. الأمريكان أعطوا تصريح قبل فترة أن العدد لا يتجاوز يقع بين 5000 و7000 عنصر من داعش موجودين في مدينة الموصل، والمرجح أنه 5000 وليس 7000. طب، وهنا سؤال: كيف يستطيع 5000 شخص مثلا السيطرة على مدينة كبيرة مثل الموصل؟ أول شيء أنه لا توجد مقاومة بداخل الموصل، هذه حقيقة أنه لا يوجد مقاومة. نحن سمعنا عن محاولات قتل عنصر أو عنصرين، لكن لا توجد مقاومة فعلية في الموصل لسبب بسيط، أنه لا يوجد سلاح عند أهل الموصل أساسا. قام السيد المالكي بتجريدهم من السلاح قبل سنتين من احتلال المدينة بأمر من الحكومة العراقية، وهم مجموعة عزل. يختلف الوضع عن الرماة الأنبار عندما كانت الصحوات المسلحة اللي قاتلت داعش. نحن نتكلم عن سكان مدنيين 1,000,000 أو 1,500,000 لا يمتلكون أي قطعة من السلاح، حتى سلاح الشخصي بالمناسبة تم تجريدهم من عدة. فلا توجد مقاومة أولا. الشيء الثاني، الإرهاب اللي مارسه داعش إرهاب رهيب على السكان. عناصر كثيرة قررت الاستكانة والقبول بالأمر الواقع وانتظار العملية من الخارج يعني. فلهذا السبب استطاع السيطرة على الموصل إلى حد الآن بدون مشاكل كبيرة. طيب، عندما نتحدث مرة أخرى عن عملية الانسحاب، بالفعل التنظيم خلال الفترة الماضية، السنوات الماضية بشكل عام، انسحب من أكثر من منطقة كان يسيطر عليها تحت الضغوط العسكرية التي تعرض لها. ولكن أي انسحاب سبقه عمليات عسكرية لافتة، العديد من العمليات الانتحارية الانغماسية، وأيضا تدمير المناطق التي كان يحتلها ويسيطر عليها بالعبوات الناسفة. داعش يقسم قواته إلى 3 عناصر. أولا ما يسمى الجزء المقاتل، وهذا الجزء مدرب على استخدام المدفعية، على استخدام الأسلحة المتوسطة. لا توجد أسلحة ثقيلة عند داعش، أسلحة المتوسطة. ونحن نتكلم عن هذا الفئة اللي تشكل الآلاف من عناصر. هذه الفئة هي التي ستقوم بالانسحاب الأولي. هذه الفئة هي اللي تشكل العمود الفقري المقاتل للتنظيم. الفئة الثانية هي ما يسمى الانغماسيون. الانغماسيون نحن نتكلم عن عدد لا يتجاوز المئات. هذه المجموعة هي مجموعة مقاتلة تقوم بإشغال العدو. هدفها الأساسي هو تكلفة الطرف الآخر أنه نعم المدينة ستحتل، ولكن جعل الكلفة عالية جدا، الكلفة البشرية والكلفة المعدات، وإطالة مدة القتال. الفئة الثالثة وهي الانتحاريون. الانتحاري ليس مقاتل، الانتحاري هو عبارة عن قنبلة متحركة ترسل إلى الهدف ويقوم بتفجير نفسه. إذا هناك فرق ما بين الانتحاري والانغماسي؟ فرق كبير. الانغماسي هو مقاتل، ومقاتل مدرب إلى درجة القوات الخاصة الحقيقة. هو الذي يقوم بتفجير بناء المفخخات، هو الذي يقوم بتفجير العبوات الناسفة، هو الذي يقوم بعمليات كثيرة، عمليات القنص،
فكل هذه يقوم بها لتأخير العدو وجعل كل افتعالية. فهو ليس انتحاري، هو بالنهاية سيقتل في العملية القتالية، لكن ليس بالضرورة هو شخص انتحاري. بحالة أنه حدوث جروح خطيرة أو في حالة الأسر يقوم بتفجير نفسه، نعم، لكن يختلف عن الانتحاري اللي هو هدفه فقط، هو ليس مدرب على القتال، هو عنصر عبارة عن قنبلة سائرة تذهب إلى هدفه وتفجر نفسه. فنحن نتكلم عن 3 عناصر. العنصر الأساسي سيتم سحبه من المدينة والمحافظة عليه، هذا اللي حدث في عدة تجارب سابقة، أنه قدرتهم على المحافظة على هذا الجزء. طب وهذا الجزء الأكبر كيف يستطيع التلاشي بهذه الصورة أمام أنظار العالم والاستخبارات وأجهزة الرصد والتحري التي تستطيع رصد أفراد بعينهم؟ كيف يستطيع مقاتلون بالآلاف الخروج بهذه السهولة؟ أولا أنه تنظيم جهود التنظيم تذهب إلى استراتيجية الخروج بقدر استراتيجية احتلال المكان. حقيقة قضية الهروب هذه قضية مهمة جدا، أنه عندما تدخل إلى أي غرفة انظر إلى الباب وانظر إلى الشباك قبل ما أن تدخل غرفة. فهذه قاعدة الداعش، قاعدة ثابتة، أنه التخطيط للخروج من أي موقع، بالمناسبة أي موقع الآن هو مستعد أن التخلي عنه، وهناك خطة كاملة لعملية الهروب من هذه المدينة. الهروب يتم على عدة مراحل زمنية وعبر طرق مختلفة متعددة. ثم هناك عامل آخر بالنسبة للطرف المهاجم، أنه إجبار منع هذه المجموعة من الهروب معناه بقائها بالمدينة. بقائها بالمدينة معناها أنها ستقاتل الآلاف من المقاتلين، سيقاتلون إلى الموت، معناه أنه الكلفة البشرية والكلفة القتالية للطرف الآخر ستكون عالية جدا. فهناك نوع معين من التراخي، أنه إذا كان هناك مجال لهروب هذا العدد الكبير وابعاد عن المعركة، هناك مدرسة تقول يجب القبول بهذا الأمر. أنا لا أقول أنه هذا يجب أن يطبق في جميع المعارك، لكن المعارك العسكرية أنه يسمح لهذا الشيء أن يحدث. طيب دكتور، سنتحدث عن هذه النقطة بالتفصيل ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم مجددا، أعيد الترحيب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور مصطفى العاني، مدير وحدة الأمن ودراسات الدفاع في مركز الخليج للأبحاث. دكتور، كنا نتحدث في الجزء الأول عن أنه من الأسلم السماح لمعظم مقاتلي التنظيم بالخروج إلى حد ما، الخروج الآمن من المناطق التي يسيطرون عليها حفاظا على الأرواح البشرية، ولكن هناك أيضا من يقول في المقابل بأن المعركة سيتم تأجيرها إلى مدينة أخرى، أقصد الآن الموصل، غدا دير الزور، الرقة، من يعلم. مجرد السماح للتنظيم بالخروج أيضا هذا يعني معركة جديدة في منطقة أخرى في العراق أو حتى في سوريا. الحقيقة هذا الذي حدث خلال 5 أو 6 سنوات الماضية. التنظيم استطاع المحافظة على الجزء الكبير من مقاتليه، الجزء الكبير من معداته. التنظيم العسكري يجب التذكير أنه داعش هو يختلف عن أي تنظيم آخر. هناك هيكلية عسكرية، هناك هيكلية إرهابية، هناك هيكلية سياسية، أنه موجود قائد وحكام ومحاكم. هناك هيكلية إرهابية اللي تفجر نفسها في شوارع بغداد وفي سوريا وفي بلجيكا وهناك مجموعة عسكرية اللي تقوم بمهاجمة المدن واحتلالها والدفاع عنها. فبحسابات التنظيم انه يجب عدم التضحية بالجزء العسكري من التنظيم. لهذا السبب انه نعم بدون شك انه انا بتصوري انه لا يمكن القضاء على التنظيم عبر احتلال الموصل، يعني إعادة تحرير الموصل أو إنهاء الاحتلال داعش من عندها. التنظيم سيبقى، سيخرج إلى مكان آخر قد يكون أقل أمانا، لأن عدد قضية السكان، الميزة اللي موجودة في الموصل هي الكثافة السكانية والكثافة البنائية بالمدينة، أنه صالحة لحرب الشوارع بشكل كبير ومساحة واسعة، وسكان نحن نتكلم عن 1.5 مليون من السكان، فلن يعثر على مكان آخر. والطبيعة الجغرافية لمدينة الموصل، مدينة الموصل ليست صحراوية. لذلك استغرب دكتور عندما ذكرت بأن التنظيم سيتعمد
الانسحاب من المدينة، مدينة واسعة يستطيع الاستمرار فيها لفترة أطول، إسقاط أو إحداث ضرر أكبر بالقوات المهاجمة، وأحداث أيضا موقف كان التنظيم يسعى دائما من خلاله إلى إيصال رسالة بأنه قوي وقادر على مواجهة قوات دولية بهذا الحجم. هناك من يرجح أيضا أن تكون حرب شوارع وليس فقط مسألة انسحاب تكتيكي. بالنهاية الحقيقة موازين القوى لا تدل على أن داعش سيستطيع الاحتفاظ بالمدينة. هناك عملية الاقتحام المدينة، هناك 4 مجموعات ستقوم بعملية الاقتحام المدينة، هي الشرطة الفيدرالية، الشرطة المحلية، قوات مكافحة الإرهاب، وقوات الجيش العراقي. نحن نتحدث عن أكثر من 30,000 عنصر مقاتل مقابل 5,000 أو 7,000. الشيء الآخر يضاف إليها أن مجموعة من القوات الخاصة الأمريكية ستدخل مع هذه القوات، قد تكون 250 مقاتل إلى 500 مقاتل أمريكي سيدخلون إضافة ل30,000 مقاتل. هناك 7,000 عنصر من التحالف الأمريكي الغربي الفرنسي موجودين خارج المدينة بمعدات متقدمة جدا. هناك خارج المدينة 3 مجموعات أخرى تحاول مسك الأرض، هي الحشد الشعبي والحشد العشائري والحشد الوطني. هناك 1200 جندي تركي موجودين في بعشيقة لا يبعدون أكثر من 40 كيلومتر. طب ولكن كل هذه القوات التي ذكرتها فقط لمحاربة 5,000 مقاتل؟ بالضبط، لأن يتصورون أنه إذا ما يتم الحسابات اللي قامت عليها الخطة لاستعادة الموصل، أنه إن لم يكن هناك تفوق هائل في القدرة والقوة، المعركة ستكون صعبة جدا والنصر فيها سيكون مشكوك فيه. فلهذا السبب أن التفاوت في موازين القوى تفاوت كبير بشكل كبير. يحاول إقناع داعش أن المعركة يائسة. هل سيقنع داعش أن هناك قناعة عند داعش أن المعركة لا يمكن الانتصار فيها؟ غير معلوم. لكن أنا نرجع ونقول أن داعش ما شاهدناه من السنوات الماضية أن داعش يلجأ لاستراتيجية الانسحاب المنظم أو استراتيجية الهروب، قد يلجأها من أجل المحافظة على التنظيم. إذا كان هناك استبدال بين الاختيار بين المحافظة على الأرض أو المحافظة على التنظيم، داعش علمنا. أنت تقصد أيضا المحافظة أو الاختيار ما بين التنظيم ومفهوم الدولة الذي سعى تنظيم داعش لترسيخه؟ الدولة الحقيقة يعني يجب التذكير بالعدناني، التصريح العدناني، أنه جئنا من الصحراء ونعود إلى الصحراء. بنظرهم أنه هي قضية وقت، أنه سيتركون المدن أو يجبرون على ترك المدن، لكن المهم الأولوية ستذهب إلى المحافظة على التنظيم الذي سيستعيد عافيته وسيقوم باحتلال أرض جديدة، ربما ليست الأراضي نفسها هذه ولكن أراضي جديدة، وهذه حقيقة موجودة. التنظيم لا زال موجود. لو نظرنا إلى محافظة الأنبار لا زالت نصف محافظة الأنبار تخضع لسلطة التنظيم. جزء كبير من الأراضي السورية لا زال يخضع لسيطرة التنظيم. هل قضية أنه الموصل ستكون بداية لدحر التنظيم من جميع الأجزاء الجغرافية اللي يحتلها، أم أن ستكون معركة يتيمة هي تحرير مدينة الموصل ولأسباب معينة، أن التركيز على مدينة الموصل وعدم التعامل مع التنظيم بشكل كامل والقضاء عليه؟ طيب ولكن كيف يختلف التنظيم عن أي تنظيم إرهابي آخر إذا خسر مفهوم الدولة أو مفهوم الأرض الذي سعى أكثر من مرة للترويج له؟ داعش الحقيقة مخلوق جديد يختلف بشكل كامل عن القاعدة وعن أي تنظيم آخر. داعش بالأساس هو منظمة إرهابية تقوم بتفجير بالعمليات الانتحارية وبزعزعة الأمن. الجناح العسكري لم يتطور إلا في فترة يعني قريبة بعد ما سمح له من قبل الأطراف العراقية والأطراف في سوريا أن الظروف تهيأت لاحتلال مدن. لم يستطيع داعش احتلال مدن بهذه السهولة. كل المدينة اللي احتلها هي لم تتجاوز الفلوجة لفترة معينة وتخلى عنها لمدة 4 أو 5 مرات. فأنا باعتقادي أن داعش سيحافظ على الجناح الإرهابي، على النشاطات الإرهابية، سيحافظ على مبدأ الدولة وليس بالضرورة على الكيان الأرض الحقيقي. فخلينا نتحدث بالقليل من التفصيل عن مبدأ الدولة. نحن نعلم بأن
الدولة بمفهوم العام هي عبارة عن شعب، عن أرض واعتراف دولي. هل هناك مفهوم يختلف لدى تنظيم مثل داعش لمفهوم الدولة؟ مفهوم الدولة عند داعش بدون شك أنه هو المقومات الثلاثة: السيادة أي السلطة، الأرض والشعب. داعش في قمة تمدده كان يحكم 8 ملايين من البشر، وكان يحكم أرض تقارب مساحتها مساحة بريطانيا العظمى، الجزيرة البريطانية كاملة. وأسس هيكلية أنه حاكم، قيادة، خليفة، وحكام ولايات، وتدرج وظيفي وتدرج هيكلية. لكن أنا باعتقادي أنه إذا تم الضغط عليه بشكل كبير من الناحية العسكرية، داعش سيعود إلى مجموعة إرهابية ستحاول الاختفاء وإعادة تنظيم صفوفها. وصفة داعش عن اللي تختلف عن القاعدة أنه قدرة المرونة وتبرير ما لا يمكن تبريره، أي إيجاد مبررات لأشياء اللي هي تخالف مبادئ الأساسية من أجل البقاء. فلهذا السبب نحن نتكلم عن تنظيم استطاع البقاء عبر هذه السنوات كلها. فأنا بتصوري أقبل التفسير الأمريكي اللي أوجده الرئيس أوباما أنه سيتم تحييد داعش. لم يتكلم عن القضاء على داعش بشكل كامل، لأن يعلم أنه قد لا يمكن القضاء على داعش بهذه السهولة. طيب، هناك الكثير من الأشخاص الذين يصورون معركة الموصل بأنها المعركة الفاصلة والحاسمة مع التنظيم. هذه المعركة لماذا توقيتها في هذه الفترة الزمنية بالذات؟ التوقيت هو عدة أسباب. أولا، هناك توقيت سياسي من الرئيس الأمريكي أوباما. أوباما سيغادر السلطة في نهاية شهر ديسمبر القادم، أي نحن نتكلم عن شهرين فقط، ويحاول أن يخرج بانتصار واحد في حياته. هذا شخص قضى 8 سنوات في المكتب الأبيض، في البيت الأبيض، ولم يستطيع تحقيق أي انتصار بحياته. ويجب التذكير أنه باستثناء تصفية زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن. أسامة بن لادن لم يكن قائد فعال في القاعدة. كانت عملية نفسية للأمريكان أنه اللي قام بعملية 11 من سبتمبر تم تصفيته. أسامة بن لادن كان مشلول بشكل كامل، لا يقوم بأي عمل. التأثير الميداني لم يكن موجود أساسا عندما قتل. نحن نتكلم أنه هذه أراضي كلها فقدت تحت إدارة الرئيس الأمريكي، إن كان في العراق وفي سوريا. فأنا بتصوري أول هناك توقيت سياسي أنه يحاول أن ينجز المهمة قبل خروجه من البيت الأبيض. الشيء الثاني أن هناك عامل، إذا تكلمنا عن الأيام أو الأسابيع اللي سيتم بها العملية، هناك عامل المناخ. الموصل تقع في شمال العراق، والجو سيتبدل خلال المناخ سيتبدل إلى برودة وأمطار وثلوج خلال الفترة القادمة، بالذات في ديسمبر ويناير. هناك عامل آخر أن القوات الآن اللي تم تحشيدها وضعت في وضع ميداني قابل للقتال، أي حالة الاستنفار. قوات لا يمكن وضعها حالة الاستنفار لفترة طويلة، أما أن سحبها أو أن استخدامها. فهناك مأزق كبير أنه عندما وضعت هذه القوات في هذا الموضوع يجب أن تستخدم خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، لا يوجد أي خيار آخر. طيب دكتور مصطفى، هذا كل ما لدينا من وقت في حلقة الليلة من صناعة الموت. الدكتور مصطفى العاني، مدير وحدة الأمن ودراسات الدفاع في مركز الخليج للبحوث، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الحلقة من صناعة الموت، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.